اقول لحضراتكم تفاصيل مهمه في بورصه انتقالات لعيبه نادي الزمالك. الزمالك واحد من الفرق اللي عنده لعيبه كتير جدا جدا معاره. موقفها ايه؟ تعالوا نشوف مع حضراتكم دلوقتي بورصه الزمالك في سوق الانتقالات عامله ازاي. وهبتدي معاكم باحمد رفعت. احمد رفعت اتم الزمالك انتقال رفعت للمصري البورسعيدي بصوره نهائيه مقابل تقاضي 6 مليون جنيه بصوره فوريه، مع وضع بند بيقضي بالحصول على مليون جنيه اضافيه وفقا لمساهمات اللاعب مع المصري. رفعت هيتقاضى مقابل مالي في الفريق بيزيد عما كان بيتقاضاه في فتره اعارته الموسم المنتهي من الزمالك الى الاتحاد السكندري بقيمه 1,500,000 جنيه. ده احمد رفعت. عنتر الزمالك اكمل اتفاق شفهي مع المصري بيقتضي بانتقال محمد عنتر صانع العاب الزمالك الى النادي المصري البورسعيدي، ولكن على سبيل البيع النهائي وليس الاعاره. لا يتم الاتفاق في النهايه على عقد جلسه جديده للحديث حول كل التفاصيل خلال الايام المقبله لانهاء الصفقه من عدمها وفقا للعرض المالي اللي هيتقدم به النادي. رزاق سيسي الزمالك وافق على تجديد اعاره سيسي جناح الفريق للاتحاد السكندري لمده موسم جديد، وحصل اللاعب على 50% من قيمه عقده عن الموسم المقبل بشكل فوري من الاتحاد. محمد عبد السلام مدافع الزمالك كان مرشح للرحيل في اكثر من فتره انتقالات، اصبح عنده حظوظ في البقاء داخل 100 عقبه رغم اهتمام عدد من الانديه لضمه. بترغب اداره الكره في عدم ضم مدافع جديد والاكتفاء بالرباعي الحالي واللي هم محمود الونش ومحمود علاء وعبد الغني وعبد السلام، ولا اعتماد على الناشئين الا جانب الاسماء اللي احنا ذكرناها دي في الموسم اللي جاي. في بورصة الانتقالات في الزمالك، وهذا هو ما معلن أيضا بالنسبة لعواد. عواد كان مرشحا في وقت سابق للرحيل إلى الدوري السعودي، هو في الوقت الحالي رفض العروض المحلية، خاصة أنها لن تكون بنفس المقابل المالي اللي بيتقاضاه في الزمالك أو اللي كان هيتقاضاه حال الموافقة على رحيله للباطن السعودي. إذن هو مستمر حتى الآن في الزمالك وفق ما أعلن عن رغبته في الوقت الراهن. حمزة المسلوسي الزمالك لم ولن يتراجع عن صفقة ضم الظهير التونسي حمزة المسلوسي اللي خاض برنامج تأهيلي في القاهرة لتجهيزه للانضمام في تدريبات الفريق، وبذلك قد يبتعد الزمالك عن ضم ظهير جديد بعد التجديد لحازم إمام. فرجاني ساسي عنده عرضين من قطر، أحدهم عن طريق مدرب تونسي وعرض آخر من الدوري السعودي، ولكن العروض جات مشروطة أنه يقوم بالتوقيع بشكل مجاني مع يناير اللي جاي، خاصة أن عقده مع الزمالك انتهى نهاية الموسم القادم، وحتى الآن اللاعب بينتظر موافقة إدارة النادي من تجديد العقد، وإلى حد كبير هناك اتفاق ما بين فرجاني والزمالك على التجديد. أحمد فتوح يعد فتوح ظهير الفريق الأيسر قريب من العودة بعد نهاية إعارته لسموحة لتدعيم الجبهة ديت مع تواجد محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة. صفقات جديدة بتفكر فيها إدارة الزمالك اللي بيركزوا فيه دلوقتي صفقة نبيل عماد دونجا من بيراميدز، وحال تعثرها ممكن يكون البديل محمد عبد العاطي لاعب وسط دجلة، مع دراسة ضم مهاجم جديد تحسبا لرحيل مصطفى محمد من عدم.